عرفيني بيكي. رؤية محمود الجنة، رئيس مكتب إدارة شرق المحل العالمي. اهلا بيكي. قولي لي بقى ايه مشكلتك بالظبط اللي هي تعتبر اول مره تحصل؟ هي بصراحة أول مرة تحصل في الإدارة من أول ما اتنشأت. إن واحد زميلي يضربني بالقلم على وشي. بس هنا وعكسه. واحد زميلي يضربني بالقلم على وشي. الموقف كله حصل لما بيقول لي عديني وعمال ينزل في الكرسي قوي كده ويقول لي عديني عديني عديني. لا احكي لي الموقف من البدايه. من البداية هو دوت واحد شغال في الدور اللي فوق. يعني قسم ايه؟ في قسم التقارير. قسم التقارير. أيوه. مكتبه مش معاكي اصلا؟ لا، ولا في المكتب اللي هو كان قاعد فيه. هو بيقعد في المكتب اللي تحت دوت وخلاص. المكتب اللي انا رايحه له دوت رئيسي في الشغل رايحه. هو ما كانش مكتبك برضه اللي انت رايحه؟ لا، رئيسي في الشغل بمضي منه شغل. بمضي من رئيسي في الشغل. فقاعده قدامه كده علشان بديله الورق اللي بيقولي لقيت دوت قايم عديني عديني. قلت له طب اصبر شويه على بال ما اخلص. انا قايمه طبعا، قايمه طبيعي. لا عديني عديني. قلت له طب اصبر، هو مفيش صبر. فقايمه علشان اعديه. الناس طبعا في ناس تانيه بتمضي. بعديه قلت له بقول له هو مفيش صبر. قال لي بس يا بنت. وراح ضربني على بس يا بنت؟ ايوه كده بصوت عالي؟ ايوه بس يا بنت. وراح ضربني على كتفي. قلت له بس ما تمدش ايدك عليا. راح والله العظيم بيديني قلم. انت كل ما بتحكي بتقعد بس مش عايزاك تعيطي. بتحكي لاختك ان شاء الله حقك هيجي. ان شاء الله كل ما افتكر القلم اقعد اعيط. ضربني قلم جابني على الارض على دماغي الاول. يعني الواحد لما بينضرب بالقلم لما بيكون بالراحه بينزل على ظهره. والله ضربني بالقلم نزلني على دماغي الاول من شده القلم، من شده الخبطه بقوته ومعرفش جاب القوه دي منين. كملي والله حقك هيجي. حقك هيجي. معلش خلاص بقى. طب انت عرفاني دلوقتي الناس ممكن تتساءل بتقول يعني مفيش والله اي ما سابق خناقات ولا حتى بقول له سلام عليكم. مشادات حصلت ما بينكم؟ لا والله، ولا حتى بقول له ازيك حتى، ولا بقول له سلام عليكم، ولا صباح الخير حتى، ولا صباح ولا مساء بقوله له. هو عمل كده يعني ما فيش كلام اصلا ما بينكم؟ والله ما اعرف ايه السبب. انا عملت فيه ايه علشان يضرب القلم دوت؟ انا عملت فيه ايه علشان يضربني القلم ده؟ ويجيبني على دماغي الاول ورماني واغمى عليا. اغمى عليا لما القلم ضربك القلم وقعت على دماغي ما جبتش بحاجه. زمايلي طبعا فوقوني وكبوا عليا ميه وما اعرفش ايه. هم فوقوني ما كنتش قادره اقوم من دماغي كانت وهم. مش عايزاكي تعيطي. انا عايزاكي تقولي للناس اللي حصل علشان صوتك يوصل للناس والمسؤولين. الناس بقى هو ضرب القلم. واحده زميلتي بتقول له انت بتعمل لي كده يا فلان؟ انا مش عايزه اقول اسمه. انت بتضربها ليه بالقلم؟ راح سايب الاداره وماشي. وانا كل ما بفتكر انا والله اعصابي تعبانه. انا ما نمتش. انا روحت بالنهار. الكلام ده من قد ايه؟ يوم الاربعاء اللي فات اتصلت بجوزي وهو يا ابوه خدوني. انا روحت بالنهار. طبعا هم كله اتلم عليا. معلش ما اعرفش ايه. لو عندنا حد فيهم ما كانش هيسكت. لو مرات واحد فيهم ولا اخت واحد فيهم اللي ضربت القلم ده ما كانش هيسكت. في شهود على الواقع وشافوا الكلام ده. هو جاي المكتب وقال معلش انا ما اعرفش انا ضربتك القلم ازاي. ده كان شيطان. بعد ما جابوه لما عرفوا ان انا هروح اشتكيه راحوا جابوه واتصلوا بيه بالتليفون وجابوه. جه قال قدام الناس كلها انا مش عارف ان ضربتك القلم ده ازاي. ده كان شيطان. بس شيطان هو اللي كان بيني وبينه حاجه علشان يضربني القلم ده. طب هل سيد مدير اداره شرق عالم بالموضوع ده ولا عارف حاجه؟ الادارات قلبت وهو ولا هو انا مش ما اعرفش هو ده يعني في مكتبه ولا داري بحاجه. الاداره اتقلبت كلها وهو ولا داري بحاجه. طب انت ما اتخذتيش اي اجراء؟ كتبتي مذكره فيه ولا عملتي محضر ضده او اي حاجه؟ انا قعدت. انا روحت منهارة بضغط عيني. نمت يومين في السجن. كده جوز بنتي اما عارفه اللي ضرب السكينه في قلبه قام اتنطط. قال والله لو ما جيتش اشتكيتيه دلوقتي لرايح ضربي. قلت له خلاص يعني
بنت اسمها. قلت له خلاص يعني انا راح اشتكي، راح متصل بالمحامي، رحت ايه اشتكيته يوم الاحد. تمام، انا عايزه اعرف من زوج حضرتك بقى بقيه التفاصيل هو يحكيها لي. قولي حضرتك بقى بقيه التفاصيل ايه لما رحت عملت المحضر والحاجات دي. احنا خدنا المحامي ورحنا عملنا المحضر في الاسم، وقالوا لنا لازم تجيب تقرير من المستشفى العام. رحنا المستشفى العام قال لك هات جواب من الاسم تاني علشان نديك التقرير بناء على طلب الاسم. رحنا جبنا تقرير من الاسم لان في كدمات في راسان من الخلف بسبب الوقع، وادينا كل الامور للمحامي بقى دلوقتي وهو اللي اتخذ الاجراءات القانونيه. انتوا عملتوا محضر؟ عملنا محضر في الاسم. رقمه كام يا فندم؟ رقمه 9744. تمام. واجراءات المحضر لسه شغاله لغايه دلوقتي؟ لسه شغاله، واحده بتاخد الاجراءات بتاعتها القانونيه. طلباتك ايه عشان حق زوجتك؟ والله انا طلباتي تبقى يشوف ياخد جزاؤه علشان يبقى عبره لمن يعلم. واحد ضرب واحده ست ما يضربهاش، لها كبير يترد عليه. في مذكره تتكتب فيه تاخد فيها جزء ان شاء الله تتفصل فيها، مش ما عنديش اي مشكله. لكن يضرب واحده ست لا، لها كبير يترد عليه. مش لما اكون عملت فيه حاجه؟ حتى لو عملت فيه، حتى لو عملت يكتب مذكره وتتقدم لشؤون قانونيه، عندهم شؤون قانونيه في الاداره. تعمل مذكره الست دي عمل الاستاذ فلانه او المدام فلانه عملت كذا 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 كذا، ومذكره. الشؤون القانونيه هتتخذ الاجراءات بتاعتها، يا تاخد جزء يا يتصافوا، المهم يبقى فيه اي يعني صلح بس بمعنى صح. واللي غلطان يتحاسب. انا بشكركم جدا جدا، وانا عايزه اقول ان اللي حصل ده يعني هي مشكله كبيره ومصيبه كبيره، يعني دي في وجهه نظري. ازاي موظفه يا فندم يتم الاعتداء عليها بالضرب والسب والاهانه في المكتب بتاعها وفي مكان شغلها وعلى عينك يا تاجر قدام الناس، والسيد وكيل الوزاره وزاره التربيه والتعليم ما يجيبلهاش حقها. فمتهيألي الرساله دي والفيديو ده موجه لوكيل وزاره التربيه والتعليم ان هذه السيده تم الاعتداء عليها بالضرب واهانه في وسط زمايلها وفي مكان شغلها. فمتهيألي ابسط حق ليها ان المفروض حقها يجي لها ويتم التعامل واتخاذ كل الاجراءات اللازمه ضد هذا الموظف. فنتمنى حضرتك تسمع وتشوف الفيديو ده ونشوف رد سريع من حضرتك، وشكرا لك جدا.